السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة ومميزة. اليوم لدينا موضوع مشوق يتحدث عن المنتخب المغربي لكرة القدم، الفريق الذي أصبح مصدر فخر لكل عشاق الكرة في العالم العربي، في المغرب والعالم العربي. في هذا الفيديو سنناقش بعمق أداء المنتخب في الفترة الأخيرة وتأثير غياب بعض النجوم الكبار. أيضا نتطرق إلى صعود اللاعبين الشباب ودورهم في صناعة مستقبل الفريق، وأيضا سنتطرق إلى إحصائيات دقيقة عن اللاعبين منذ انضمامهم حتى اليوم. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والمشاركة، اشتركوا في القناة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد. هيا بنا لنبدأ الرحلة. بدأ المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة في إعادة بناء سمعته العالمية بعد تحقيق نتائج قوية في كأس العالم وأداء مميز في البطولة الإفريقية. الأرقام وحدها تتحدث، فسجل الفريق المغربي 25 هدفا في 6 مباريات، وهو رقم يصعب تحقيقه حتى بالنسبة لكبار المنتخبات العالمية. حقق المنتخب قفزات نوعية في تصنيف الفيفا، مما يعكس تطور الأداء والجودة. لكن رغم هذه النجاحات تبقى هناك تحديات كبيرة تواجه المنتخب، أبرزها إدارة التنوع في الفريق بين اللاعبين الشباب والمخضرمين، وتعويض غياب بعض الأسماء الكبيرة التي اعتاد الجمهور على رؤيتها في الملعب. دعونا نفتح هذا الملف الحساس. حكيم زياش، لا أحد ينكر مكانة زياش في قلوب المغاربة، فهو اللاعب الذي كان المفتاح لانضمام العديد من المواهب المغربية للمنتخب المغربي، ولكن في الفترة الأخيرة أثار غيابه عن المنتخب وانقطاعه عن المعسكرات ضجة كبيرة. آخر الأزمات ظهرت عندما نشر زياش تدوين على انستغرام أثناء مباراة للمنتخب المغربي، مما جعل البعض يعتقد أنه يريد إرسال رسالة واضحة بعدم اهتمامه بالمنتخب المغربي، أو ربما احتجاجه على قرارات الجامعة الملكية المغربية. من جهة أخرى قد تكون هناك أبعاد أخرى لا يعرفها الجمهور. زياش لطالما دافع عن القضايا العادلة، كان صريحا جدا في رأيه، فهل يمكن أن تكون مشكلته شخصية أم مع الإدارة؟ أما أن الأمر يتعلق بضغط نفسي يعاني منه اللاعب بعد سنوات طويلة من العطاء. مهما كانت الأسباب، غياب زياش يترك فراغا واضحا، نعم، ليس فقط على مستوى الأداء ولكن كقدوة للأجيال الجديدة التي كانت صار فيه رمزا وطنيا. في ظل غياب بعض الأسماء الكبيرة، برز جيل جديد من اللاعبين الذين يمثلون أمل المنتخب، مثل إلياس بن صغير وإبراهيم دياز، وأيضا أدم أوزنو وغير من اللاعبين الآخرين، ويثبتون أن المنتخب المغربي لديه مستقبل واعد. مثلا إلياس بن صغير، لاعب شاب يتمتع بحس كروي عالي ومهارة تجعله مرشحا ليكون أحد أبرز النجوم في المستقبل. في آخر مبارياته أظهر قدرة كبيرة على اللعب تحت الضغط ورغم سنه. أيضا إبراهيم دياز يتميز بمهارته الفردية وقراءته الذكية للمباراة. أرقامه منذ انضمام المنتخب للمغرب تؤكد جدارته، حيث سجل وصنع أهدافا حاسمة. أيضا أدم أوزنو، لاعب يمتلك سرعة كبيرة وقدرة على اختراق الدفاعات، وهو إضافة قوية للمنتخب المغربي. هؤلاء اللاعبون مع دعم الجمهور وإشراف المدرب وليد الركراكي لديهم فرصة حقيقية لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المغربية. إذا تحدثنا عن نجاح المنتخب، فلا يمكننا إغفال دور المدرب وليد الركراكي الذي استطاع خلال فترة قصيرة أن يعيد صياغة هوية للفريق الوطني. أما بالنسبة للتكتيك، فالركراكي يعتمد على أسلوب هجومي متوازن، مما مكن الفريق من تحقيق نتائج مميزة. المباراة القادمة ضد ليسوتو تعتبر فرصة مثالية للمنتخب لتجريب مزيد من الخيارات التكتيكية ومنح دقائق أكثر للاعبين الشباب. هذه المباراة رغم أنها شكلية بعد التأهل، تظل مهمة لتعزيز ترتيب المنتخب في تصنيف الفيفا. ستكون أيضا فرصة لتأكيد جاهزية اللاعبين البدلاء وإثبات أنهم قادرون على حمل رايات الفريق في المستقبل. من الضروري أن يستغل الركراكي هذه المباراة ليجرب أسماء جديدة مثل إسماعيل الصباري الذي أظهر إمكانية كبيرة في آخر لقاء وسجل هدفا رائعا قد يصنف كأحد أفضل أهداف الموسم. الأرقام لا تكذب، وهي دليل واضح على أداء اللاعبين وتأثيرهم منذ انضمامهم للمنتخب المغربي. دعونا نتعمق في إحصائيات أبرز اللاعبين. نتطرق مثلا حكيم زياش الذي غاب عن المنتخب، خاض 63 مباراة دولية، سجل خلال 23 هدفا وصنع 15 تمريرة حاسمة. يعرف زياش بلمساته السحرية وأهدافه الحاسمة مثل هدفه الشهير في كأس العالم 2022. أيضا إبراهيم دياز لعب 6 مباريات وسجل هدفين في آخر مباراة له. انضم حديثا لكنه أثبت جدارته بسرعته وبفضل أدائه المتوازن في وسط الملعب.
نتطرق أيضا إلياس بن صغير في 4 مباريات دولية فقط أحرز هدفا وصنع هدفين، مما يبرز موهبته الصاعدة في خط الوسط الهجومي. آدم أوزنو شارك في 5 مباريات وقدم أداء تكتيكيا مميزا بصنع 4 فرص محققة للتسجيل. إسماعيل السيباري ظهر في 7 مباريات وسجل 3 أهداف، أحدها كان هدفا مذهلا ضد غانا جعل الجميع يتحدث عن إمكانياته الكبيرة. الحارس ياسين بونو حارس مميز ب 65 مباراة دولية و32 مباراة بشباك نظيفة، لعب دورا أساسيا في تألق المنتخب المغربي عالميا خصوصا في كأس العالم 2022. هذه الإحصائيات تؤكد أن المنتخب المغربي يضم مزيجا مثاليا بين الخبرة والشباب، مما يجعله فريقا قويا ينافس على الساحة الدولية. برأيكم هل يمكن للمنتخب أن يحافظ على هذه التوليفة المتوازنة في المستقبل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. هل هذا الجيل الشاب يستطيع سد هذه الفجوة وقيادات الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات؟ شاركونا آراءكم في التعليقات لأننا نؤمن أن صوتكم هو جزء من هذا النقاش المهم. ختاما، المنتخب المغربي اليوم في مرحلة انتقالية حرجة بين النجاحات الميدانية والتحديات الإدارية، والنجاح في الحفاظ على هذا التوازن سيتطلب تعاونا من جميع الأطراف، المدربين واللاعبين وحتى الجمهور. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نراكم في فيديو قادم إن شاء الله.